بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم عزة عواد من مطبخ عزة عواد. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما يا رب. ادعوا لأهل غزة وفلسطين ربنا ينصرهم ويفك كربهم. النهاردة يا حبايبي انا هعمل لكم طبق مسقعة جامد. عارفين يعني ايه جامد؟ لو عملتوه بطريقتي والله العظيم ما هتندموا. هستعمل ايه؟ البتنجان غسلته وقطعته زي ما انتم شايفينه كده. هستعمل بطاطس برضو غسلتها وقطعتها صوابع كده. هستعمل فلفل، هستعمل طماطم، هستعمل هريسة اللي انا بستعملها مع كل حاجة اللي انا كنت عاملاها معاكم، اللي هي عبارة عن توم وفلفل احمر وملح. هستعمل كمون، فلفل اسمر، ملح. خليكم معايا. اول حاجة هنبدأ بيها صلوا على رسول الله. انا دلوقتي عملت ايه؟ انا غليت مية في الكاتل اهو، وهبدأ احطها على البطاطس. تمام؟ بتديها طعم حلو قوي قوي قوي. تمام؟ خليكم معايا بقى اوريكم هنعمل ايه. بصوا حبايبي، البطاطس حطيتها اهي في ميه مغليه لمده 3 دقايق. تمام؟ وسخنت الزيت اهو. هبدا احطها في الزيت. بصوا يا حبايبي، البطاطس اهي هنشيلها. تمام؟ وابدا احط باقي الحاجات اللي هتتقلي، اللي هي البتنجان والفلفل. خليكم معايا. نبدا نحط البتنجان. هنقليه بقى ونخلص الكميه. خليكم معايا. بصوا يا حبايبي، انا قليت اهو كل الحاجات اللي هتتقلي، وهبدا احط هريسه الثوم مع الفلفل الاحمر. الله الله على ريحتها، الله الله الله. هبدا احط معلقه الصلصه. تمام؟ وابدا اخرج منها الماده الحافظه. حطيت الطماطم. تمام؟ ابدا بقى ايه، احط التوابل بتاعتي، الكمون والفلفل الاسمر والملح. بصوا حبايبي، الطماطم اتسبكت اهي. تمام؟ لازم الخطوه دي اللي هي ايه، هحط شويه ميه مغليه علشان الطماطم ما تبقاش حضه. تمام؟ طبعا هتغلي مع بعضها زي ما انتم شايفين كده. وهبدأ بقى احط كل الحاجات اللي انا قليتها في الزيت. انا عايزة بس معلش سامحوني، عايزة اقول لكم على حاجة. لو تلاحظوا ان انا عملت كل حاجة في نفس القلاية، يعني المسقعة كلها اتعملت في نفس القلاية، ما استعملتش اي حاجة تاني. القلاية واللي انا طلعت فيها، البولة اللي انا طلعت فيها. وادي المسقعة بقى اهي. هوطي عليها ونخليها تاخد وتدي مع بعضها، وهتاكل احلى مسقعة، احلى مسقعة. خلاص كده نسيبها تاخد وتدي مع بعضها وبعدين نغرفها. صلوا على رسول الله. حبايب قلبي، ده كان الشكل النهائي لطبق المسقعة اليوم. حاجة بقى مش عايزة اقول لكم على الطعم، خرافة. الف هنا وشفا اللي هياكلها. كنتم مع عزة عواد من مطبخ عزة عواد. ما تنسونيش في اللايك والشير. ادعوا لاهل غزة وفلسطين ربنا ينصرهم ويفك كربهم.
بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.